تحياتي. النهاردة هنعمل السمك المشوي بالزيت والليمون على طريقتي الخاصة. اول حاجة هنعمل التتبيلة اللي هنتبل بيها السمك، وهي عبارة عن ملح وكمون وثوم وليمون من غير قشره وبقدونس اخضر وفلفل احمر الوان. هناخد التتبيلة دي كلها ونضربها في الخلاط لحد ما تنعم معانا وتبقى بالشكل ده. هنقسمها لمرحلة. نص هنحط في زيت طعام عادي، اي زيت نباتي، والنص التاني هقولكوا ده هنعمل بيه كمان شوية. دون النص التاني بقى اللي من غير زيت، ده هنتبل بيه السمك. ده سمك بلطي، وانتي ممكن تجيبي اي سمك بتحبيه، وهنملى بيه نحشي بيه كويس قوي، ونحشي بيه الشقوق بتاعة السمك عشان يخلي الطعم بتاعها حلو، ونسيبها ونركنها شوية في التلاجة لمدة مثلا ساعة. كل ما تركن خدت طعم احلى. وبعد كده هجيب التتبيلة اللي انا شلتها على جنب وحطيت عليها زيت، هحط عليها شوية زعفران بودر احمر بيخلي اللون شكله حلو قوي، وهاخد شوية من الزيت الملون اللي فيه نكهة الثوم واحطه على طاسة على النار وتسخن وتبقى سخنة قوي، وننزل بالسمك. هنديله تشويحة كده على الجنبين لحد ما لونه يبقى كده. صدمة السمك دي مهمة. بعد كده هناخده هو لسه مستواش، هنحطه على شبكة شواية وتحت منها اي حاجة، وهندخلها الفرن 7 دقايق. دي التتبيلة. تاني بقى هناخد التتبيلة اللي احنا عملناها باللون، هنديلها وش قبل ما ندخلها الفرن تاني، دي برضو هتعزز الطعم والشكل. وهندخلها تحت على الصاج اللي تحت لمدة 7 دقايق، وبعد 7 دقايق هنطلعها للشواية 7 دقايق تانية كده عشان يستوي من تحت ومن فوق. وبس كده هتلاقوه استوى وبقى طعمه حلو قوي وجوسي، وفي نفس الوقت واخد القشرة الاخرانية دي، واخدة كده تحميصة كده حلوة قوي. واتمنى ان الوصفة تعجبكم.